الله وبركاته. الغدا النهارده بزله. يلا حبايبي نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي يا حبايبي احنا عندنا بصله متوسطه على شويه جزر، حوالي 300 جرام جزر، على نص بزله وكيلو لحمه. ويلا نسمي الله ونبدا الوصفه. دلوقتي هنخرط البصل. دلوقتي يا حبايبي احنا خرطنا البصل ونروح نحطه على النار. يلا بينا. دلوقتي يا حبايبي احنا هنحمر البصل زي ما انتم شايفين. حطينا معلقتين زيت عشان احنا عندنا لحمه، فمش هنحط اي مواد دهنيه غير الزيت بس. لحمه ايه يا جدعان؟ قافل. نحط ورقتين لورا مع البصل وهو بيتحمر، تخلي طعمه وريحته جميله جدا، وفصين توم نيين، ونقلبهم مع بعض شويه. وهنحط عليهم شويه فلفل اسمر، ونقلبها لحد ما تتشوح معانا شويه. دلوقتي اللحمه بتاعتنا حبايبي اتشوحت معانا اهي. هننزل عليها بشويه طماطم وهنقلبها كويس ونغطيها لحد ما تستوي. نسيبها على نار هاديه خالص وهنغطيها كده لحد ما تستوي. هنبص على اللحمه بتاعتنا اهي قربت تستوي. ننزل عليها بالجزر. الجزر بتاعنا اهوت والبزله. دلوقتي هنغطيها لحد ما تستوي وبألف هنا وشفا. احنا هنبص على البزله بتاعتنا وهي استوت وهنطفي عليها النار. بعد ما استوت واللحمه مستويه جدا اهي زي ما حضراتكم شايفين، دايبه خالص اهي. بصوا شايفين. ودلوقتي احنا وعملت جنبها شويه رز وبألف هنا وشوف على قلوبكم. وبشكر بنتي حبيبتي اللي بتصورني. في حاجه مهمه كنت عايزه اقولها لحضراتكم، ان ممكن الناس تشوف كتير ان الفيديوهات دي عبيطه وملهاش قيمه، بس والله صدقوني في بنات كتير جدا ما بتعرفش تعمل حتى ابسط الحاجات. يعني ممكن تكون مش تعرف الاندومي ده اللي بتحكوا عليه او الشاي او مثلا ابسط حاجه، فاحنا بنحاول نعلمها بالطريقه القديمه بتاعت مامتي ومامتكم بحيث انها تتعلم، وبعد كده ننزل لها فيديوهات تانية الحاجات بقى الجديده الحديثه اللي هي تقدر تعملها. وبألف هنا وشفا، واتمنى انكم تشرفوني